نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد، نجد يا شيخ بعض الأئمة في التراويح يجمع بين الشفع والوتر في سلام واحد، مع العلم أن المأموم لا ينوي إلا الشفع دون الوتر، فهل يصح منه الوتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا يجب أن نعلم أن من أوتر بثلاث فله أن يوتر بركعتين، فله أن يصلي ركعتين أولا ويسلم ثم يأتي بالثالثة، وله أن يجمع الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم ينوون أنهم في وتر حتى في الركعتين الأوليين. يعني مثلا الإمام إذا انتهى من التراويح وكبر للشفع الذي يسمى عند الناس الشفع، معناه أنه دخل في الوتر، وعلى هذا فالمأموم ينوي أنه داخل في الوتر، وبذلك لا تلتبس عليه الأمور، لأن الشفع من الوتر لكنه صفة ثانية. والذي أرى أنه ينبغي للإمام أن يكون على وتيرة واحدة، بمعنى أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد وتسليم واحد من أول الشهر إلى آخره، أو أن يكون يوتر بالصفة الثانية، أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة حتى لا يتلخبط الناس. مع أني كما قلت لك كما أقول السائل ليس فيه لخبطة، لأن الركعتين المنفردتين هما من الوتر، فالمأموم ينوي من الأصل من يوم يكبر الإمام بعد التراويح ينوي أنه دخل في الوتر.